من العلماء أيضا الذين أدركناهم كان لديهم من الخشية الشيء الكثير والتأثر البالغ بسماع القرآن والموعظة والذكرى. خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، نعم. مرة من المرات كنا في مؤتمر المجمع الفقهي في منظمة التعاون الإسلامي، نعم. في الوقت اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي، نعم صحيح، في جدة. فأقام أحد التجار مأدبة فاخرة في بيته في قصره للعلماء. نعم. ودخلنا القصر ولم يرى الشيخ مثله قط، فإذا هو منقبض انقباضا شديدا، سبحان الله، ولم يذق ذواقا لا ماء زمزم ولا تمر المدينة ولا أي شيء وهو صائم. الله، لم يفطر ولم يذق شيئا حتى خرجنا من ذلك البيت. سبحان الله، وهو في شدة الخوف، ما طابت نفسه في ذلك المكان أبدا. الله. فسألته عن ذلك فقال، التفت علي يبكي، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الله، لا إله إلا الله. لم يجبني بأكثر من هذا. سبحان الله.